السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا. بعد اللي حصل والفضيحة بتاعت امبارح، استنينا النهاردة ان يحصل حاجة او نشوف استقالات او نشوف اتحاد كورة مطلع بيان او نشوف اي ردة فعل للمهزلة والفضيحة الكروية اللي حصلت امبارح. مفيش اي رد فعل، بل طلع الكابتن التاريخي عصام الحضري بكل بجاحة بيتكلم انه ايه كنا هنقول ايه او كنا هناخد مكافآت ايه لو صعدنا الدور اللي بعد كده. والكلام طالع بقى ويبدأ الكلام يطلع ان هم كانوا بيسهروا كل يوم بره المعسكر بتاع المنتخب، ووزير الرياضه زعلان ان ازاي كابتن حلمي طولان بيتكلم بيقول ان ما حدش دعمه، رغم ان انا رحت له مرتين ثلاثه، وان ما كانش فيه مسانده وما كانش فيه مساعده، وكل واحد طالع عايز يخلع نفسه كده من الموضوع. يعني حتى وزير الشباب بيقول لك لا اصل انا رحت شفتهم. الناس في قطر مستغربين بعد المؤتمر الصحفي اللي عمله حلمي طولان من انه ازاي مدرب منتخب مصر بيتم الاستقرار عليه بالشكل ده، او انه بيتم انتقائه بالشكل ده. هو ده هيكون مدير فني المرحله دي من الموسم لمنتخب مصر، اللي المفروض ان احنا بنعول عليه ان يكون في ناس تظهر او تساعد في المنتخب الكبير اللي داخل افريقيا، اللي هيطلع بنفس الفضيحه. وقلت لكم امبارح افتكروا الكلام ده، منتخبنا هيطلع بنفس الفضيحه. فاحنا عايزين نقفل صفحه المنتخب، لان المنظومه الرياضيه منها اتحاد الكوره ووزير الرياضه وكل من ينتمي للمنظومه الرياضيه في مصر مش هينصلح حلقه. والكلام في الموضوع ده ازيد من كده مفيش داعي. احنا هنخش على طول على اخبار النادي الاهلي. احمد عبد القادر كان الاهلي مقدم له عرض ب 15 مليون جنيه في السنه، الاهلي هيرفع عرض احمد عبد القادر ل 18 مليون جنيه في السنه، وده هيكون العرض الاخير المقدم من النادي الاهلي لاحمد عبد القادر. يا هيوافق يا النادي الاهلي هيقول له شوف مصلحتك فين، كالعاده زي ما بيحصل مع اغلبيه اللعيبه اللي بيكون وصل لها العرض الاخير من النادي الاهلي. اللي ماسك المتولي الموضوع ده في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. وما ادراك يعني ما كابتن سيد عبد الحفيظ، انت يعني كلنا عارفين كابتن سيد ونظام وامور الكابتن سيد بيدير بها الامور اللي زي كده مش ازاي. الموضوع الثاني كان موضوع اليو ديانج. السيد عبد الحفيظ عايزه بشكل فوري انه ينهي موضوع اليو ديانج قبل اليو ديانج ما يسافر لبطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتقام في شهر واحد ان شاء الله. وسيد عبد الحفيظ عنده اصرار كامل ان اليو ديانج يجدد، والراجل عايز يجدد، والفروقات بقت بسيطه جدا. وان شاء الله اليومين الثلاثه الجايين هنسمع اخبار كويسه جدا في موضوع اليو ديانج، ونسمع ان شاء الله يجدد، لان اليو ديانج من القطع النادره اللي موجوده في القاره عندنا. الاهلي كمان بيرفض استمرار كريم فؤاد في دولة قطر عشان موضوع التأهيل، لأن كريم فؤاد كان عنده يعني زي ما بيقولوا تمزق كده وحاجة زي كده، مش عارف تفاصيل إصابته بالظبط، بس كريم فؤاد كان عايز يستنى في قطر عشان يكمل بيعمل برنامج تأهيلي هناك، والنادي الأهلي رفض، واللاعب هيرجع مع بعثة المنتخب وهيخضع لبرنامج تأهيلي هنا في مصر إن شاء الله. كمان قفشة امبارح بعد المباراة كان اشتكى من شد في الخلفيه، وان شاء الله او تقريبا حافظ السمان حاجه زي كده برضه، ان شاء الله هيرجع النهارده وهتعمل له اشاعه، والجهاز الطبي في النادي الاهلي هيتابع حاله قفشه، والنهارده بالليل هيكونوا وقفوا على مدى اصابه قفشه اللي بيقدم ضحك كروي الصراحه، وكره عدى عليها الزمن، وموضوع يعني انتهى من زمان انك تقف وسط الملعب وتلعب كره بطيئه وتلف حوالين نفسك، والكلام ده كله كلام كله مفيش اي فايده. الاهلي اتاجلت مباراته من الجمعه اليوم السبت في كاس الرابطه ان شاء الله ضد انبي، وهنشوف فيها ناس جديده وهنشوف فيها ناس من الشباب الصغيرين، لان البطوله دي فرصه انك تجهز لاعيبتك. الاهلي كمان بيحاول يشوف مخرج لاشرف داري عشان يخرج اشرف داري، عشان في مدافع جزائري عاجبهم جدا في كاس العرب، بس المشكله في موضوع المحترفين، لان لا اشرف داري عايز يخرج ولا جراديشار عايز يخرج. جراديشار كمان جاي له عروض كلها لا تتعدى 400 500 الف في الوقت اللي احنا شاريين فيه جراديشار من 6 شهور بمليون 250 الف دولار، فالمقابل المادي ضعيف جدا جدا جدا، وده الحاجه اللي واقفه في سكه ان احنا نجيب مدافع جزائري كمان. الكلام اللي من مصادر وموجود في الاعلام وموجود في كل الدنيا ان كابتن سيد عبد الحفيظ تواصل مباشر مع ياسر نعيمات، وياسر من اللعيبه الموهوبه اللي كان المفروض احنا نجيبه من كاس العرب اللي فات. اتكلمنا عليه كتير واتكلمنا عليه كتير والكلام كان عليه كتير. ياسر نعيمات من احسن المهاجمين الموجودين، هو صح مش مهاجم صندوق يعني مش مهاجم بوكس، اللي الراجل هيلعب لك اللي هيقطع على القريبه او الراجل هيلعب بدماغه، بس الجهاز الفني اكيد شايف وعارف والدنيا هتوصل بيهم لغايه فين. فانا بتمنى من النادي الاهلي ومن سيد عبد الحفيظ سرعه التعاقد مع هذا النعيمات. الراجل مش هيستنى اكتر من كده، هي موضوع بس العائق المادي شويه في موضوع يزن. يزن بياخد تقريبا فوق ال 2 مليون دولار في العرب القطري،
ومش عارفين يعني الاهلي طبعا اكيد مش هيدفع 2 مليون. فيا رب يكون في يعني تقارب في وجهات النظر، ويكون يزن من الصفقات اللي هتنور النادي الاهلي، ويكون لنا كل الدعم ليزن. لان يزن انا على المستوى الشخصي يزن مهاجم ممتاز ممتاز ويستاهل، وهيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. كانت اخر واهم الاخبار موجوده معانا. اخواتنا وحبايبنا دعمونا بلايك، اللايكات فضلا وليس امرا. ادعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.